عودة لحضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في استوديو يوم جديد، ولقاءنا التاني معاكم على الهواء مباشرة. لقاء هيتكلم عن واحد من المبادرات، نقدر نقول كده فريق بيهتم بالوعي الأثري. الوعي الأثري وتنمية الوعي الأثري خاصة بين أبناء محافظة الشرقية، لأنه تركيزه بشكل أساسي يمكن بيكون على الآثار والتراث في محافظة الشرقية، لكن كمان بيبقى لهم يعني تركيز أو شرح لآثار أخرى في محافظات مصر المختلفة. فريق كنوز أثرية بمحافظة الشرقية المعني بشكل أساسي زي ما قلت بالحفاظ على التراث الأثري وتنمية الوعي الأثري. تفاصيل أكتر عن الفريق ده هنعرفها من خلال لقائنا وضيوفي الموجودين معايا في الاستوديو. برحب من الشمال بالأستاذ محمد حلاوة، باحث في تاريخ وحضارة مصر والشرق الأدنى القديم والمنسق العام لفريق كنوز أثرية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، شرفينا ونورنا. أهلا بحضرتك. كمان بتشرفني بالحضور الأستاذة هند إبراهيم، عضو لجنة التنظيم لفريق كنوز أثرية للوعي الأثري بمحافظة الشرقية. أهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم ومنورنا. خلينا في البدايه نتكلم مع استاذ محمد. كلمنا عن فريق كنوز اثريه اللي نشأ كانت امتى وعدد الاعضاء قد ايه؟ تمام يا فندم. احنا الاول اول ما بدأنا التيم كان لازم يكون فيه كيان شبابي بيهتم بالوعي الاثري وتنشيط السياحه المصريه، لان ده مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نكون عارفين تاريخنا، وبرضه ربطناه بالمجال بتاعنا الاساسي ان احنا اصلا كلنا طلبه تاريخ وطلبه اثار في الوقت ده، فكنا حابين حاجه احنا حبيناها برضه نعرفها للناس بطريقه كبيره كده. وفي ناس كتير جدا ما كانتش بتروح بتزور الاماكن الاثريه، سواء كانت حتى الاماكن المشهوره زي الاهرامات وغيره، محدش بيروح يزورها الا قليل من المصريين تقعد معاهم والله ما رحت المكان ده. ففكرنا ان احنا نعمل الفريق ده كيان شبابي بيهتم بالوعي الاثري، ومنه حاجه تانية ان هو بيدرب نفسه عشان لما يخرج سوق العمل يبقى هو جاهز ان هو يشرح او ان هو يتعامل. فكنا في البدايه حوالي 5 أو 6 أفراد بس جم نأسس التيم. الكلام ده من حوالي 5 سنين، يعني يوم 24/9/2020، يعني لسه تمين العام الخامس من 3 أيام. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبين، وده اهم نجاح احنا عملناه، ان احنا مستمرين لحد الان في السنه السادسه اهو الحمد لله، وبنقدم شغل كويس. هدفنا ان احنا ننزل الاماكن الاثريه، وان احنا نقدم ملتقيات وعي اثري. لو انت حتى مش عارف تنزل المكان الاثري، لا احنا ممكن بنعمل في قاعات وبننزل وبنحجز وبننزل وبنشرح فيها بسلاسة وبصور وفيديوهات، بحيث ان الشخص نفسه يبقى عارف، شاف القطعة وشاف الأثر وعرف قيمته، وان الشخص يبقى عارف القيمة الحضارية بتاعته، مش مجرد ان هو يعرف ان احنا لنا تاريخ او حضارة حاجة بتتقري في الكتب ونحفظها عشان الدراسة وبس، لا، حاجة انت تحبها وحاجة تكون في عقليتك بعد كده. فأسسنا التيم، والحمد لله دلوقتي بدأ ان هو ينتشر بشكل كبير جدا، وبدأ يبقى في صدى كبير. بدأ يبقى لينا في كل المحافظات مصر، مش الشرقية بس الأساس بتاعنا بدأناه من الشرقية، اللي احنا أصلا مبناها الشرقية، فبدأناه فيها، خصوصا إن في مواقع كتير جدا يعني غير عن مش لاقي اهتمام في الشرقية من الواقع الأثري. مؤخرا بدأ مدينة التل بسطة يبقى لها صوت، بدأ صنع الحجر في أماكن تانية كتير حابة إن احنا نلقي الضوء عليها. وان شاء الله واحده واحده بنحاول ان احنا نوصل ده عن طريق بقى السوشيال ميديا، عن طريق النزول ليها، عن طريق المقالات وغيره، نبدا ان احنا نشتغل عليه. عدد الاعضاء دلوقتي قد ايه؟ عدد الاعضاء هو كمؤسسين تيم وكعضويه احنا ما بنتخطاش ال20 فرد، لان دول اللي قايمين عليهم. انما المتطوعين بيتخطى عدد كبير، يعني ممكن يعدي 200 فرد واكتر. جميل. تطوع. استاذه هند، طبيعه عمل لجنه التنظيم بفريق كنوز اثريه ايه؟ في البداية لجنة التنظيم تعتبر حجر أساس في أي تيم أو مؤسسة، خصوصا عندنا احنا، لأن لجنة التنظيم هي اللي بتعمل على إن هي تحدد وترتب كل الفعاليات اللي التيم بيقدمها، سواء كانت في التدريبات الميدانية أو في الكورسات اللي بنعملها أونلاين. فالكنوز أثرية عندنا بتهتم بلجنة التنظيم، فبنبدأ إن احنا نحط خطة نمشي عليها، بنحدد مهام لكل فرد عندنا في اللجنة، كل عضو بيبقى عارف هو هيعمل ايه. كمان اللجنة مسؤولة ان هي تنظم الوقت. احنا لما نكون عندنا فعالية بنبدأ ان احنا نحدد وقت نبدأ فيه وننتهي فيه، ولابد ان احنا نهتم بالوقت ده ونحدده. فده يعني بشكل عام دور لجنة التنظيم في التيم. وهي برضو ما بتقتصرش على الفعاليات اللي احنا بنقدمها دي، كمان لينا دور ان احنا بنوصل معلومات مبسطة بننزلها على البيج الأساسية للتيم بتاعتنا، فعلشان نوصل يعني المعلومات بشكل مبسط لكل الناس.
هنكمل كلامنا مرة تانية، ولكن بعد هذا الفاصل لرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الإسماعيلية، ورجعنا بعد كده مرة تانية. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضراتكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في استوديو جديد، ومرة تانية بكمل لقائي مع ضيوفي الموجودين معايا في الاستوديو. أستاذ محمد، برجع لحضرتك مرة تانية، وأنت اديتنا فكرة عامة عن الفريق والأعضاء والنشأة، لكن الأهداف الرئيسية لفريق كنوز أثرية بشكل عام بقى إيه هي؟ بشكل عام هو انا ممكن الخص من حضرتك في كذا نقطة. اول حاجة الهدف بتاعنا الاساسي ان احنا نحافظ على التراث بتاعنا،
وان احنا نوصله للناس وان هم يعرفوا ان ده مكان مش مجرد ان هو حجر بس قدامك انت شايفه بس، لا ده حجر له قصة لازم انت تعرفها وتحافظ عليها. اعتقد ان في اماكن اثريه مش معروفه فمهمله بشكل كبير من خلال بقى الزحف السكاني، من خلال غيره وغيره. فاحنا بنحاول ان احنا نعرف ان المكان ده له طبيعه تاريخيه معينه وحضاريه معينه، فلازم ان احنا نحافظ عليه ونعرفه زي ما هو بالظبط. اول حاجه عندنا زياده الوعي الاثري عند الناس كلها من كافه بقى الطبقات، يعني اذا كان هو طفل او كبير او خريج او له علاقه بالدراسه او مش علاقه بالدراسه اللي هي خاصه بالاثار او لا. بنوصل لهم الوعي الاثري ده بعده طرق، منها الجولات، ومنها عندنا الانشطه اللي هي خاصه بالايفنتات والملتقيات، ومنها عندنا اللي هو السوشيال ميديا. دي اول هدف لزياده الوعي الاثري. بعد كده عندنا ان احنا بيخش معانا متطوعين كل فتره، بنحاول ان احنا ندربهم وبنأهلهم عشان بعد كده هم اللي يكونوا موجودين وهم اللي يكونوا مكملين ويتأهلوا بشكل كبير لسوق العمل بعد كده. خصوصا عندنا في مجال الوعي الأسري لازم تتدخل المجال، فانت حابب الحاجة دي. انت لو بتعملها من غير حب فملهاش اي 30 لازمة، فلازم انني اشتغل عليها بحب وانني اعرف عشان ابهر فيها. بعد كده عندنا برضو من الاهداف بتاعتنا، انا كشخص انا كشخص يعني بدرس ارشاد سياحي او بدرس اثار او اي مجال ايا كان هو ايه. انا نفسي بتدرب على الشرح مثلا، فانا لما بطلع بعد كده لما اخلص الكليه بتاعتي ابقى مؤهل تماما ان انا لما انزل اي مكان اثري مع اي فوج اعرف اشرح له واعرف اوصل له المعلومه انا كدارس تاريخ واثار بعد كده في المستقبل. وتتلخص كلها في الهدف نشر الوعي الأثري وتنشيط السياحة المصرية، وده بيكون عن طريق السوشيال ميديا والنزول للواقع. أستاذة هند، بالتأكيد في تحديات رئيسية بتواجهكم أثناء تأدية عملكم، اكيد طبعا أبرزها في إيه؟ تحديات بتواجهنا، بس معظم التحديات دي بتكون موجودة مثلا في الإجراءات بتاعة المتاحف الكبيرة مثلا. بيكون في إجراءات الدخول صعبة شوية علينا، خصوصا لو معانا حد مش مصري أو من الوافدين بيحضر معانا ناس، فبيبقى مشددين شوية في الموضوع ده، فبيبقى صعب شوية علينا الدخول. كمان مثلا احنا بيتابعنا ناس من كل المحافظات، تقريبا كنوز أثرية في كل محافظات مصر. فلما كنا مثلا عاملين زيارة في القاهرة وجالنا حد من المنوفية الغربية، ده أهلية، بيبقى صعب شوية في المسافة. بس الأهم إن في ناس مش مدركة قيمة المكان تاريخي معين، إن هو مثلا مش ليه علاقة بمجاله أو كده. فاحنا لازم إن احنا نوضح للناس إن المكان ده مهم، إن مثلا مش لازم إن أنت طالب آثار أو تاريخ تعرف العمارة والمباني والتاريخ فلان بنى كذا أو ليه أعمال كذا في العمارة. لازم نهتم برضو بالاقتصاد، سواء زراعة أو صناعة أو تجارة. فاحنا ده اصلا رسالة التيم اللي هو بيقدمها للناس، انه لازم تدرك كل فروع التاريخ مش بس حاجة معينة. أستاذ محمد، أكيد في نجاحات كتيرة أنتوا حققتوها خاصة خلال الفترة الأخيرة، يعني أنتوا بقالكم 5 سنين أهو ما شاء الله الحمد زي ما لله. حضرتك قلت، وبدأتوا السنة السادسة. يعني بالتأكيد عدد السنوات دي وكل الشغل والمجهود اللي أنتوا بتعملوه أسفر عن النجاحات، كلمني عنها. الحمد لله. اهم نجاح زي ما قلت لحضرتك ان احنا كملنا 6 سنين، دخلنا على 6 سنين، دي اهم نجاح ان احنا مستمرين رغم اي تحدي ورغم اي حاجه بتقابلنا. الحمد لله بنوصل وبنكمل وبنستمر احنا نوصل للوقت ده. التحدي او النجاح اللي بنوصل له مش مقياس ان هو ضخم او كبير او صغير، ان انا تعبت في الحاجه دي. طالما تعبت فيها وبذلت فيها جهد ونجحت، دي اهم نجاح عندي. والنجاح التاني ان لما انزل زياره او انزل نشاط والشخص اللي هو نزل معايا زائر معايا يقول انا اتبسطت النهارده هنزل معاكم تاني، دي اهم حاجه بالنسبه لنا برضو. طالما الزائر قال لك كلمه كويسه، قال لك دعم معنوي، انا بكمل، دي برضو اهم نجاح وصلنا له. بالنسبه بقى للنجاحات بقى الفعليه اللي احنا عملناها على ارض الواقع، عملنا ملتقيات مهمه مع محافظين زي محافظه الشرقيه وزي في الاقصر، وعملنا مع متحف الاقصر ومتحف تل بسطة ومتحف المصري. عملنا معاهم ومتحف الولايات الملكيه اللي هو في القاهره، بنعمل معاهم زي تعاونات وبنقدم معاهم ملتقيات. فدي حاجه كبيره ان هم معترفين بشغلنا ومتعرفين ان احنا بنقدم رسالة، فبناء عليه دي من أهم اللي احنا وصلنا له. جميل. بما انه استاذ محمد ذكر لنا بعض التعاون مع جهات
جهات مختلفة، سواء كان متاحف بإداراتها، محافظين. كلمينا أكتر بقى أستاذة هند على التعاون مع المؤسسات المحلية أو الدولية. هل لكم تعاون مع الجهات دي؟ واحنا التيم بتاعنا بيعتمد على نفسه بشكل كبير طبعا، بس برضو في تعاونات تانية. بنعمل تعاونات مع مثلا مرشدين سياحيين او دكاترة متخصصين في المجالات بيساعدونا في الدورات التدريبية اللي بنعملها، سواء كانت اونلاين او اوفلاين. كمان كان في برضو فترة من التعاون مع جهات معينة دولية، بس الفترة دي انتهت وان شاء الله بنجهز الأيام الجاية، يعني هيبقى في حاجات جديدة ان شاء الله. إن شاء الله. يمكن احنا شايفين معانا على الشاشة أكيد نزلت خلال يعني وقت سابق من اللقاء، وموجودة معانا على البلازما في الاستوديو عشان نعلق عليها بعض الصور من أنشطة فريق كنوز أثرية موجودة معانا على البلازما. أستاذ محمد، قول لنا بقى الصورة دي كانت دي موجودة في شرقية دسام الحجر، مش كده؟ هي موجودة في مدينة تل بسطة، تل بسطة، عفوا. متحف تل بسطة اللي بيضم يعني أهم الآثار اللي موجودة في الشرقية، وفيها أثر مهم جدا. تمثال الملكة ميريت آمون اللي كان واقفين قدامها، ده أكبر تمثال موجود في الدلتا من امرأة، يعني الملكة امرأة غير المعبودة بس. ده موجود في المتحف المصري في زيارة من حوالي 15 يوم. جميل. المتحف المصري ده تعاون مع متحف لوكسور، دي قاعة متحف لوكسور، كنا عاملين معاهم تعاون ملتقى وقدمناه معاهم، وكان بيتكلم عن التنشيط السياحي بشكل أكبر بالنسبة للشباب. ده ده الدير معبد البحري؟ حتشبسوت. معبد حتشبسوت، ده الدير كانت البحري. الزيارة لينا هناك معبد حتشبسوت بالظبط. في عدد من ما شاء الصور الله. آخر، يعني أنشطتكم متميزة مختلفة. دي ده موجودة المتحف المصري برضه. المتحف المصري برضه. ده متحف الحضارة، متحف القومي للحضارة، اللي هو لسه كان من حوالي 3 سنين مفتوح. ده المتحف الزراعي المصري، ودي من الأماكن المهمة ده بعد إعادة افتتاحه بعد بالظبط التجديد مرة كده، أخرى. من حوالي 20 يوم الزيارة ديت. والمكان ده يعني ناس كتير رغم ان هم عملوا دعاية بس ناس كتير مش عارفاه. يعني ده اكبر، دي تالت اقدم متحف زراعي واكبر متحف زراعي في العالم. فحاجة بيحكي من اول المصريين القدماء لحد وقتنا الحالي. طب احكي لنا رؤيتك انت الخاصة. يعني انت رحت المتحف الزراعي بعد تجديده وإعادة افتتاحه مرة أخرى، وهو كان لسه من وقت بسيط زي ما حضرتك قلت. انطباعك انت بقى بشكل شخصي ايه بعد ما رحت المتحف بعد التجديد؟ لا بصراحة هو يعني الشغل ما شاء الله، ويستحق ان احنا ننزل الزيارة ليه، لان هو بيدرس لك الحياة اليومية كلها من اول من الحياة الزراعية، واحنا اصلا بلد زراعية في الاساس. فروح المكان ده انت بتحكي لك المحاصيل اللي كانوا بيزرعوها في مصر القديمة وفي العصور اللي بعد كده لحد دلوقتي، وجايبين لك نماذج موجودة. فحقيقي هو مكان يستحق الزيارة، ولابد ان احنا نروح. والمتحف كبير، متحف ما يكفيش يوم واحد، لا ده اكتر من يوم، لان هو عبارة عن 6 متاحف او 8 متاحف، 6 متاحف. فحقيقي يعني مجهود جبار ان هم عملوه بالشكل ده، وان هم عملوا العرض الموجود ده، فيستحقوا كل الشكر والتقدير بصراحة. أستاذة هند، هل في برامج تعليمية أو توعوية بتتعلق بالآثار يعني بتقدموها بقى للمجتمع بشكل عام؟ ايوه اكيد طبعا، في الدورات التدريبيه زي ما قلت لحضرتك ان في زيارات ميدانيه او في تدريبات اونلاين، سواء هنا او هنا في ناس بتيجي بتتدرب. اهم حاجه ان الشخص اللي جاي عاوز معلومه جاي عارف ان هو هيلاقي المعلومه عندنا. يعني تدريبات من دي على طول شغالين فيها. أستاذ محمد، ازاي ممكن أفراد المجتمع المحلي يساهموا أو يتطوعوا بقى في أنشطة الفريق؟ هو التيم باب مفتوح لأي حد ان هو حابب ينضم ليه، سواء عن طريق تطوع، سواء عن طريق العضوية، سواء عن طريق ان هو مجرد ان هو بيدعمنا معنوي. يعني عندنا مثلا احنا في حاجة تطوع عندنا بنفتحها كل فترة، بحيث ان الشخص ده يخش 3 شهور معانا بيتدرب، سواء على الشرح، سواء ان هو بينزل معانا اماكن اثريه، سواء ان هو بيتعرف عن طريق الشغل الاونلاين او الشغل اللي هو السوشيال ميديا بيتعرف عليه. في بقى دعم تاني، ممكن يكون مؤسسة ما بتكلمك ان هي حابة تتعاون معاك، تنزل معاك المكان ده، عشان الاشخاص اللي في المؤسسة نفسهم حابين يشوفوه. فلما هم بيعملوا ده، فده بيزود عندنا المتابعين، بيزود عندنا الشغل، فبتبقى حافز لنا احنا ان احنا نشتغل اكتر، وان احنا بنوصل رسالتنا بشكل اكبر. صفحتكم على الفيسبوك بالظبط بعنوان كده. كنوز أثرية، مش كده؟ بالظبط كده. تمام.
أستاذة هند، الخطط المستقبلية بقى لفريق كنوز أثرية بمحافظة الشرقية ايه؟ يعني في خطة كويسة جاية، هنحاول ان احنا نوسع في النشاط بتاعنا اكتر في محافظات مصر كلها. في دورات تدريبية جديدة. يعني ممكن برضو نفتح باب التطوع لكل الناس اللي حابين ان هم ينضموا وياخدوا فرصة معانا، سواء اللي هيتدربوا او اللي هينضموا لنا ويساهموا في نشر الوعي الأثري للتيم. كل ده برضو في سبيل نشر الوعي الأثري، ان شاء الله يعني في خطة كويسة. أكيد. يعني المتحف المصري الكبير الافتتاح الرسمي ان شاء بقى الله ليه اللي هيكون اول خلال نوفمبر الشهر ان شاء الله. خلال شهر نوفمبر إن شاء الله. حدث كلنا بننتظره. هل أتيحت لكم إن انتوا تعملوا زيارة ليه خلال الفترة اللي فاتت؟ الفترة اللي فاتت احنا كنا رتبنا له زيارة. مم. بس القصة كلها ان المتحف مش كله مفتوح، هو هي اجزاء مراحل وهي منه، لسه فاحنا مرحلة. بصراحة استنينا شوية لحد ما المتحف يفتتح بشكل كامل. وحقيقي هو هيكون يعني ده اهم مشروع قومي وثقافي واثري موجود في العالم كله في القرن الواحد وعشرين، من اهم المشاريع اللي هي موجودة. فمتحف كبير ضخم، اكبر متحف في العالم اثري. متحف مش بيحكي بس عن الاثار، لا ده بيحكي عن انت تخش المتحف كده من خلال ما عرفنا ان تخش المتحف بيدرس، بتبدأ الرحلة من اول العصور القديمة، واحدة واحدة بتتعرف على تاريخ مصر كله من اوله لاخره بالترتيب، مش اللي هو ده عصر الدولة الوسطى، ده عصر قديمة، لا الترتيب ماشي زي ما هو كأنك في رحلة جوه. المتحف ضخم، قاعات المتحف فيها قاعات ضخمة، عرض سلس مناسب للجميع سواء أطفال سواء كبار، سواء متخصصين غير متخصصين. النظام المعمول المتحف نهج بصري وتعليمي بشكل مناسب جدا لأي حد إن هو يزور المتحف. المتحف بيضم أكبر عدد من الآثار في العالم، أكتر من 100,000 قطعة أثرية، والأول مرة إن إحنا نعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون الذهبية كاملة في قاعة الملك توت عنخ آمون اللي هي تتعدى 5000 قطعة في حقيقي. وعندنا أكبر مركز ترميم في العالم برضو موجود في المتحف. فحقيقي هيبقى حاجة كبيرة وحاجة مهمة، وهتغير وجهة النظر عن مصر الفترة اللي جاية بإذن الله في الافتتاح بتاعه. كلنا طبعا منتظرين افتتاح المتحف المصري الكبير إن شاء الله أمام العالم كله في شهر نوفمبر القادم. ودي أجمل حاجة ممكن نختم بيها لقائنا معاكم اللي في نهايته. بشكركم شكرا جزيلا أستاذ محمد وأستاذة شكرا هند، جدا لحضرتك، نورتوني النهاردة. شكرا جدا لحضرتك، شرف لينا والله يا فندم. مشاهدينا الكرام، مش بس وصلنا لنهاية لقائنا ولكن أيضا لنهاية حلقتنا. يا رب تكونوا استمتعتوا بكل الفقرات اللي احنا قدمناها لكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله يوم السبت قبل الميعاد ده بساعة، لكن ما تنسوش كل يوم في مجموعة عمل جديدة ومختلفة من مجموعات عمل يوم جديد. تابعونا كل يوم. إلى اللقاء.